السلام عليكم. انا ان شاء الله نويت اشرح لك مادة الاثبات ونويت اشرح لك كل مواد الترم باذن الله. بس قبل ما اشرح لك المواد وقبل ما ابدا، انا عايز اقول لك حاجة. ايه هي؟ بص، انت والله العظيم لو تعرف قيمة الكلية اللي انت فيها، عمرك في حياتك ما هتضيع ولا ثانية فيها غير لما تحتاج تتعلم، غير لما تخلي نفسك تتعلم منها كويس جدا. اللحظات اللي انت بتضيعها في الكلية دي كلها هتندم عليها بعد ما تخلص كلية. زي ما كتير مننا او كتير من زمايلي ندم على كل لحظة ضيعها في الكلية، ضيعها في الكلية وخد مسارات تانية بره الكلية. في حرب بتحصل في التعيينات، سواء التعيينات في النيابة العامة او التعيينات في مجلس الدولة او في النيابة الإدارية او في هيئة قضاء الدولة او في اي سلك دبلوماسي او في الشرطة او في الكلام ده كله. التعيينات دي كلها والله العظيم بتحصل عليها حرب بسبب درجة. فأنا عايز أقولك ركز 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 وابدأ ذاكر وما تضيعش الوقت، عشان هتندم على الكلام ده كله، بس مش دلوقتي. هتندم وهتحس بقيمة الكلام ده كله بعد ما تخلص كلية. ليه؟ لما تلاقي نفسك تقديرك هو خلى مش عارف مين يخش وانت ما تخشش وهكذا. لان مفيش مكان في الدنيا كل اللي بيتعينوا فيه وسايط. في اماكن بتعين فيها وسايط، وفي اماكن بيتعين فيها ناس شاطره، وفي اماكن بتخلط ما بين الاتنين. فانت ابذل مجهود عشان ما تجيش تقول يا ريت اللي جرى مكان. طيب، بدايه انا جاي اكلمك النهارده ان شاء الله عن ماده الاثبات. ماده الاثبات دي بتتعلق بايه؟ بص، هو بدأ لك الماده وقال لك ايه؟ قال لك والله العظيم احنا لو كل واحد في الدنيا دي عارف حقوقه وواجباته، وكل واحد بيعمل اللي عليه، ما كانش حصلت مشاكل في الدنيا. يعني ايه ما كانش حصلت مشاكل في الدنيا؟ يعني ما كناش نحتاج اصلا نتكلم عن حاجه اسمها اثبات. ما كناش نحتاج نتكلم عن حاجه، لان كل واحد هيبقى عارف حقه، كل واحد هيبقى عارف اللي ليه واللي عليه. فما كناش هنحتاج ان احنا نقعد نخش في خناقه مع بعض ونجيب حد يثبت، او اضطر اجيب عقد اثبت بيه مش عارف ملكيتي الايه. لا، لو كل واحد عارف حاجته ما كناش هنحتاج ان احنا نوصل للمرحله دي. طيب، هو ايه تعريف الحق اللي احنا اصلا ماده الاثبات جايه على اساسه؟ يعني احنا دلوقتي بنثبت عشان بنتكلم عن الاثبات ليه؟ عشان اقول ان انا حقي في الشيء ده فلان ما يعتديش عليه. تمام. طيب، الحق في الاثبات او الحق في العموم ذو طبيعه ماليه. يعني ايه ذو طبيعه ماليه؟ يعني اي شيء اقول لك عليه انه ذو طبيعه ماليه، اما انه يكون حق عيني او حق شخصي. ايه الفرق ما بين الحق العيني والحق الشخصي؟ الحق العيني سلطتك على شيء. يعني ايه سلطتي على شيء؟ يعني ملكيتي للعربية. ايه سلطتي على العربية؟ ده بنسميه حق عيني. او او سلطتي على الارض. بلاش العربية. ايه الارض؟ سلطتي على الارض ايه؟ سلطتي استعمال. لو انا مالك، استعمال، استغلال، تصرف. تمام؟ استعمال، استغلال، تصرف، دي سلطتي على العربية. فهو ده الحق العيني، الحق اللي هو على شيء. اما الحق الشخصي، ماله؟ الحق الشخصي ده فيه دائن ومدين. يعني ايه دائن ومدين؟ يعني انا شاري عربيه، انا بايع عربيه. فاحنا هنا في طرف في عقد البيع في دائن ومدين. في واحد فينا عليه التزام بان هو يعمل حاجه، وفي واحد تاني عليه التزام بان هو يأدي حاجه. ده بنسميه ايه؟ حق شخصي. طيب، في عقد البيع وعقد الشراء، في عقد البيع قصدي، في واحد بائع وفي واحد مشتري. البائع عليه التزامات بان هو ينقل مش عارف ايه للمشتري، ينقل ملكية مش عارف ايه، والمشتري عليه ان هو يسدد الثمن. يبقى الحق، قلنا على الحق في الاثبات ماله؟ الحق في الاثبات ذو طبيعة مالية. يعني ايه ذو طبيعة مالية؟ عبارة عن مال، بس المال مش لازم يكون فلوس. ممكن يكون ايه؟ حق عيني في صورة اصل زي الارض، وممكن يكون حق شخصي في صورة علاقة ما بين دائن ومدين، زي حاجة هينقل لي ملكيتها او فلوس انا هديها له. ده بالنسبة للحق. طيب، قال لي عشان جت في البداية كان عندي مبدأ اسمه مبدأ القوة تنشئ الحق وتحميه. يعني ايه المبدأ القوة تنشئ الحق وتحميه؟ يعني بص، انت راجل معاك الحق طول ما انت قادر تفتري على اللي قدامك. ازاي؟ انت القاضي ازاي؟ بص، انت قوي جدا، يعني انت لو فلان ده قاعد في بيته تقدر تروح تخرجه. طيب، لو رحت خرجته وخدت منه البيت يبقى انت صاحب الحق، يبقى انت اللي معاك القوة. يبقى مبدأ القوة تنشئ الحق وتحميه معناه ايه؟ ان الشخص ذو النفوذ القوي هو ده اللي معاه الحق، بغض النظر عن الحق ده بتاع مين. يعني بيت دخلت خدته غصب عن اصحابه بقيت انا صاحب البيت، ارض خدتها غصب عن اصحابها بقيت انا صاحب الارض. تمام؟ ده المبدأ اللي كان سائد في المجتمعات البدائية.
بعد كده لما بدأت المجتمعات تنتظم ظهرت حاجة اسمها الدعوة القضائية. ايه الدعوة القضائية دي؟ بموجب الدعوة القضائية دي بقدر اروح للقضاء، اطلب من القضاء ايه؟ اطلب من القضاء ان هو يديني الحق بتاعي اللي هو عند فلان او عند علان او عند علان او عند علان. الدعوة القضائية دي جت أصلا عشان إيه؟ عشان كل واحد في الدنيا زي ما أنا قلت لك في البداية، لو كل واحد عارف حقوقه وواجباته ما كناش هنحتاج الدعوة القضائية. ولكن الدعوة القضائية دي ظهرت ليه؟ ظهرت عشان الناس اللي هي بتعتدي على الحقوق نقدر نجيب منها الحقوق. تمام؟ طيب الدعوة القضائية دي فيها خصوم. يعني إيه خصوم؟ يعني ليها أطراف. مين طرفين الدعوة؟ قال لي طرفين الدعوة هم شخصين، واحد اسمه المدعي وواحد اسمه المدعي عليه. مين المدعي؟ المدعي ده اللي بيروح للقاضي يرفع دعوة يقول له ده فلان اعتدى على حقي. امال مين المدعي عليه؟ المدعي عليه ده الطرف التاني اللي بيترفع عليه الدعوة. واحد بنسميه المدعي طالب حق او عايز شيء معين، ده اللي بيجري على القاضي. والمدعي عليه ده اللي بيجي قدام القاضي عشان يقول ان المدعي بيكذب او هكذا. واحد بيطلب حق والتاني عايز ينفي الحق اللي اللي المدعي بيطلبه. تمام؟ ده المدعي والمدعي عليه. طيب ايه معنى الحكم القضائي؟ الحكم القضائي ده الحكم بيقولوا عليه ايه؟ بيقولوا كل اعلان لفكر القاضي. يعني ايه كل اعلان لفكر القاضي؟ يعني الحاجات اللي بتصدر عن القاضي، الاشياء اللي بتصدر عن القاضي فيها اعلان لافكاره عن الدعوة او عن الحاجة اللي قدامه. تمام؟ طيب ده بالنسبة لايه؟ ده بالنسبة للحكم القضائي. هنبدأ بقى نتكلم عن الاثبات واحدة واحدة كده. والاثبات ده مادة من المواد السهلة، ما تسمعش من اي حد يقولك انها مادة صعبة. مادة سهلة جدا. طيب الإثبات هو معناه إيه؟ أنا دلوقتي معايا تليفون اتسرق مني، عايز أثبت إنه بتاعي. هتعمل إيه؟ وده بيحصل معانا على طول. هتعمل إيه؟ هتاخد الكرتونة بتاعته، الكرتونة بتاعت التليفون اللي عليها السيريال نمبر، وتطلع بيها على الشرطة. تقول لهم إيه؟ تقول لهم بعد إذنكم أنا ده التليفون بتاعي اتسرق. يقول لك إيه الدليل بتاعك؟ هتقول له أنا بثبت بإيه؟ بالكرتونة. تمام؟ يبقى إحنا كده عرفنا إيه؟ عرفنا إن الإثبات هو عبارة عن إيه؟ هو إقامة الدليل على الحق. أنا بقول إن أنا حقي في الشيء. طب أنت حقك في الشيء، حقك ده جه منين؟ قال لي، قلت له حقي ده جه من إن أنا بثبت لك بالحاجة الفلانية. أنا بأكد لك حقي عن طريق حاجة معينة، الحاجة المعينة دي هي الإثبات. تمام؟ وقلنا إن الحق في الأول اتكلمنا عنه، قلنا ذو طبيعة مالية. يعني إيه؟ أنا لو عندي أرض فأنا هثبت ملكية الأرض إزاي؟ الأرض هي الحق. انا هثبتها ازاي؟ الاثبات فين بقى؟ الاثبات هو عقد البيع. تمام؟ طب ماشي، نكمل. الاثبات، قلنا الاثبات في اللغه تاكيد الحق بالدليل. تاكيد الحق بالدليل يعني ايه؟ هجيب دليل على ان الحاجه دي بتاعتي، هجيب دليل على ان العربيه دي بتاعتي، هجيب دليل على ان الارض دي بتاعتي. ايه الدليل؟ ممكن عقد، ممكن شهاده شهود، ممكن وهكذا. طيب ده بالنسبه لايه؟ ده بالنسبه للاثبات في اللغه. طب الاثبات في الاصطلاح معناه ايه؟ قال لي الاثبات في الاصطلاح ليه معنيين، في معنى عام وفي معنى بيسمى الإثبات القضائي. إيه معناه العام؟ قال لي هو كل ما هو مستقر وثابت ومعرف تعريف ومعين تعيين نافي للجهالة، أو معرف تعريف نافي للجهالة. يعني إيه معين تعيين نافي للجهالة؟ هو أنت لما بتجيب الكرتونة اللي عليها السيريال نمبر، مش دي مستقرة وثابتة معاك؟ طبعا. ومعينة تعيين نافي للجهالة، مش أنت فاهم إن دي الكرتونة الخاصة بالتليفون الفلاني اللي متعلقة بالشيء الفلاني اللي عليها السيريال نمبر الفلاني الخاصة بيا؟ يبقى كل ما هو مستقر وثابت ومعين تعيين نافي للجهالة. طيب ده المعنى العام. أمال الإثبات القضائي هو إيه؟ الإثبات القضائي قال لي هو الإثبات اللي بنقوم بيه قدام القاضي. قاصدين منه إيه قدام القاضي؟ قال لي قاصدين منه إن إحنا نقنع القاضي عشان نقدر بعد كده ناخد منه حكم بإن الحق ده بتاعنا أو إن الشيء ده خاص بينا وهكذا. تمام؟ يبقى هو الإثبات، يبقى الإثبات القضائي ده عبارة عن إيه؟ الإثبات اللي بيتم قدام القاضي بأشياء معينة قال عليها القانون عشان غرض إيه؟ إن أنا أقنع القاضي في الآخر عشان يحكم لي. تمام؟ عايز أقول لك حاجة، الأصل في الإنسان براءة الذمة. بمعنى يعني أنا دلوقتي لما أروح للقاضي أقول له بعد إذنك، إحنا قلنا إن المدعي هو اللي بيرفع الدعوة، يعني اللي بيطالب بحق. فأنا لما أقول للقاضي إيه؟ أنا ليا حق عند فلان. تمام؟ لما أروح للقاضي أقول له أنا ليا حق عند فلان، هيقول لي إيه؟ اثبت. يبقى انا لما اقول له انا ليا حق عند فلان، طالما الاصل في الانسان براءة الذمة، يبقى قدام القاضي المدعي عليه ماله؟ ما عليهوش حاجة.
لحد ما انا كمدعي اثبت ان انا ليا حق عند فلان. بقول يا سياده القاضي الحق ده العربيه اللي مع فلان دي بتاعتي. يقول لي بتاعتك ازاي؟ طالما هو راكبها يبقى الاصل فيه براءه ذمته، يبقى الاصل ان العربيه بتاعته. لو انت ليك دليل على ان العربيه بتاعتك، هات لي عقد بيقول ان العربيه بتاعتك، وهكذا. يبقى الاصل في الانسان براءه الذمه. يبقى الاثبات على مين؟ الاثبات دايما على المدعي اللي هو بيرفع الدعوه، لان الاصل في المدعي عليه ان هو ايه؟ ذمته بريئه. طيب، قال لي بس انا عايز اقول لك حاجه. في قواعد في الاثبات. مالها؟ قال لي عندك قواعد الاثبات بتنقسم لنوعين من القواعد: قواعد اجرائيه وقواعد موضوعيه. قال لي بص، التشريعات ليها توجهات بالنسبه للاثبات. في ناس حطت القواعد الاجرائيه والقواعد الموضوعيه مع بعض وراحوا حاطينهم في القانون المدني، وفي ناس راحت حاطه القواعد الاجرائيه مع القواعد الموضوعيه وراحوا حاطينهم فين؟ في القانون المدني. وفي ناس راحوا حطوا القواعد الإجرائية في المرافعات، وناس حطت القواعد الموضوعية في المدني، وهكذا. طب ده كله ما يهمنيش. امال انا اللي يهمني ايه؟ اللي يهمني اعرف مصر بتعمل ايه، مصر بتسوي ايه. مصر راحت حاطه القواعد الاجرائيه في الاثبات مع القواعد الموضوعيه وسميته قانون الاثبات، بعيد عن القانون المدني، بعيد عن قانون المرافعات. اذا مصر عملت تقنين مستقل للقواعد الاثبات، سواء الموضوعيه او الاجرائيه، حطتهم مع بعض وراحت حطهم في قانون لوحدهم، بعيد عن قانون المرافعات وبعيد عن القانون المدني. طيب، يبقى انا قلنا عندي بتنقسم لايه؟ قواعد الاثبات بينقسم لقواعد موضوعيه وقواعد اجرائيه. الجزء اللي انا بشرحه دلوقتي ده بيتعلق بالقواعد الاجرائيه في الاثبات، ولكن لازم تعرف القواعد الموضوعيه دي بتتكلم عن ايه والقواعد الاجرائيه بتتكلم عن ايه عشان ابدا اكمل كلام. القواعد الاجرائيه دي بتتعلق بايه؟ القواعد الاجرائيه دي بتتعلق بالاجراءات اللي هيعملها القاضي عشان نحقق في حاجه معينه. زي ايه؟ القاضي المحكمة هتنتدب قاضي، المحكمة هتنتدب خبير، المحكمة هتحيل الدعوة للتحقيق. كل دي إجراءات ملهاش علاقة بالدليل اللي احنا هنجيبه. تمام؟ طيب، دي بنسميها إجراءات. طيب، أمال القواعد الموضوعية؟ قال لي لا، دي بتتعلق بموضوع الدعوة. موضوع الدعوة ازاي؟ انت الدليل اللي انت هتجيبه شكله عامل ازاي؟ هل هو كتابة؟ هل هو شهادة؟ كتابة يعني ايه؟ ورقة مكتوب عليها حاجة زي العقد، عقد البيع، عقد الإيجار. كل دي بنسميها ايه؟ ده بنسميه إثبات بالكتابة، ولا إثبات بشهادة شهود، ولا إثبات بإيه؟ يبقى في فرق ما بين القواعد الموضوعية والقواعد الإجرائية. وفي فرق مهم جدا بيجي في الامتحان كل سنة. ايه هو؟ ان القواعد الموضوعيه دي قواعد مكمله. خدنا حاجه في سنه اولى اسمها القواعد المكمله والقواعد الامره، وقلنا الفرق ما بين القاعده المكمله والقاعده الامره، ان القاعده الامره هي التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها. زي ايه؟ لما اقول لك ان اللي هيسرق هيتحبس من كذا لكذا. هنا دي قاعده ايه؟ دي قاعده امره. ليه؟ لان ما ينفعش اجي انا كمتهم وانت كمجني عليه نتفق انا وانت على انك انت هنخرجك وبتاع لا، الحكم للقاضي. تمام؟ فدي قاعدة أميرة ما فيهاش اتفاق على اللي بيخالفها. إنما في قواعد تانية المشرع قال لك يجوز الاتفاق على اللي بيخالفها. زي إيه؟ قال لك مكان الوفاء. يعني إيه مكان الوفاء؟ المكان اللي هتوفي لي بيه بالفلوس اللي عليك. هل هو المكان مكان البيع ولا أنهي مكان؟ المشرع قال لك في حدد لك مكان معين في القانون، قال لك إلا لو أنتوا اتفقتوا على ده. فلو أنت اتفقت خلاص، يبقى المكان اللي انتوا اتفقتوا على ان هو يبقى مكان الوفاء، المكان اللي هتدفع فيه الفلوس، هو ده يبقى مكان الوفاء. يبقى اذا في فرق ما بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة. قواعد الإثبات الموضوعية قواعد مكملة يجوز الاتفاق على اللي بيخالفها. فلو انت بتثبت بإيه؟ بالكتابة أو بتثبت بشهادة الشهود، أو أنا وأنت يجوز لنا إن احنا نتفق على إن هو الإثبات كان بالكتابة، إن احنا نثبت بشهادة الشهود أو العكس. تمام؟ أما في الإجراءات، القواعد الإجرائية للإثبات واللي هي موضوعنا دلوقتي، دي قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على اللي بيخالفها، وأي اتفاق عليها باطل. تمام؟ طيب، ده بالنسبة للقواعد الموضوعية والقواعد الإجرائية. أنا عندي حاجة اسمها مذاهب الإثبات. مذاهب الإثبات يعني إيه؟ يعني هي الدول من الإثبات بتعمل إيه مع الإثبات؟ قال لي في عندي مذاهب. مذاهب يعني إيه؟ يعني ناس واختلفوا، كل واحد ليه توجه معين. ناس في مذهب اسمه مذهب الإثبات المطلق أو الحر،
وفي مذهب اسمه مذهب الإثبات المقيد أو القانوني، وفي مذهب اسمه مذهب الإثبات المختلط. إيه الفرق ما بين مذهب الإثبات المطلق أو الحر وما بين مذهب الإثبات المقيد أو القانوني وما بين مذهب الإثبات المختلط؟ بص، أنا عايزك أول حاجة عشان تقدر تذاكرهم لازم تقارن ما بين مين؟ هنقارن ما بين التلاتة. طيب هنقارن ما بينهم من ناحيتين، ايه اللي للقاضي وايه اللي للخصوم. هنقارن ما بينهم ايه من ناحيتين، ايه اللي للقاضي وايه اللي للخصوم. بص، قال لي في مذهب الإثبات المطلق أو الحر، من اسمه حر حر حر، يبقى الخصوم أحرار والقاضي حر. طب أحرار في إيه؟ الخصوم أحرار في إن هم يجيبوا أي دليل يقدموه للقاضي. أي دليل يجيبوه يقدموه للقاضي. طيب والقاضي حر في إيه؟ القاضي حر في إنه يقبل منهم أي دليل أو ما يقبلوش. يعني أنت أثبتت لي بالكتابة، جبت لي عقد بيع، والله أنا اقتنعت إن العقد ده شكله حلو وشايف إن هو ينفع، كان به. ما اقتنعتش، براحتي. طيب عايز انت تثبت بشهاده الشهود، انا كقاضي بمزاجي عايز اقتنعت كان بها، ما اقتنعتش انا حر. فالمذهب ده او التوجه ده من الفقهاء قال لك ايه؟ قال لك انت براحتك خالص، القاضي براحته خالص يعمل اللي هو عايزه، والخصوم في نفس الوقت برضه احرار يثبتوا باي طريق. تمام. ولكن بيعاب على المذهب ده ايه؟ انه بيخلي فيه سلطه كبيره جدا 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 للقاضي انه يقبل اي حاجه ويرفض اي حاجه. ده بالنسبة لإيه؟ لمذهب الإثبات المطلق أو الحر. مذهب الإثبات المقيد أو القانوني عكسه، قال لك هنجيب القواعد قانونية. مالها القواعد القانونية؟ قال لك هنحدد القانون هو اللي هيحدد إيه اللي للقاضي وإيه اللي للخصوم. إزاي؟ قال لك القانون هيجي يقول لك الخصوم يثبتوا ازاي، فيجي يقول للخصوم انتوا ما ينفعش تثبتوا في الحالة دي غير بالكتابة، لا يمكن تجيب شهادة شهود، فما ينفعش الخصوم يثبتوا غير بالكتابة. طيب وبالنسبة للقاضي انت ما ينفعش تقبل غير ايه؟ ما ينفعش تقبل غير الكتابة. طيب لو الخصوم جابوا لك شهادة شهود، لا ما ينفعش. فهو بيقيد القاضي وبيقيد الخصوم، بيقيدهم بايه؟ بالقانون، وما بيديهمش اي حرية خالص. طب ايه العيب اللي في المذهب ده؟ يعاب على المذهب ده ان هو بيخلي القاضي زيه زي الآلة. زيه زي الايه؟ زيه زي الآلة. طيب امال مذهب الاثبات المختلط ده بيعمل ايه؟ قال لك مذهب الاثبات المختلط ده القانون ده بقى وسط ما بين الاتنين. بيعمل ايه؟ بيجي القانون بيجيب شوية حاجات ويقول لهم ايه؟ ويقول لهم التزموا بيهم، مع بس هديك شوية حرية في بعض الحاجات. يعني ايه؟ يعني بص، اثبت بالكتابة في الحالة دي، بس والله لو في حالة تانية ممكن تثبت فيها بالكتابة او بشهادة الشهود، انت ليك الحرية تختار، وهكذا. بيديهم حرية في بعض الحاجات للقاضي وللخصوم، وبيدي الحرية لمين؟ برضو في نفس الوقت بيقيدهم برضو في بعض الحاجات. تمام. طيب ده بالنسبة للجزئية الأولانية دي. طيب أنا عندي مبادئ بتحكم الإثبات. إيه مبادئ اللي بتحكم الإثبات؟ قال لي واحد، مبدأ اسمه مبدأ حياد القاضي. أول ما تسمع كلمة حياد القاضي دي، إيه اللي هيوصل لك؟ هيوصل لك حاجة واحدة بس، أو هتفهم حاجة واحدة بس، إن القاضي لازم يبقى راجل كويس، ما ينحس لفلان ولا ينحاز لعلان. فلانة دي المدعية ما ينفعش، مش عشان بقى هي صعبت عليه، ولا فلان ده عشان هو مش عارف ماله. ما ينفعش ابدا، القاضي ما ينفعش ينحاز. اي حد هيسمع كلمة مبدأ حياد القاضي هيفهم كده ان هو القاضي ما ينفعش ينحاز، ولكن مش ده المقصود. هيجي يقول لك صح ولا غلط؟ يقصد بمبدأ حياد القاضي ان القاضي ما ينحس لاي حد من الخصوم. طبعا الكلام ده غلط. امال المقصود بيه ايه؟ التزام القاضي، ان القاضي يلتزم بايه؟ بالادله اللي هتقدم له، ويلتزم بايه كمان؟ ويلتزم بالقوه بتاعتها في القانون. بمعنى انا كخصم قدمت للقاضي دليل، اثبتت مثلا ملكيه ارض بعقد. تمام. فانا لما اثبتت ملكيه الارض بالعقد، ايه اللي حصل؟ قدمته للقاضي. القاضي يلتزم، ما ينفعش يقول لي اثبت بشهاده الشهود، ما ينفعش يقول. القاضي ملتزم، ويلتزم بايه كمان؟ ويلتزم بالقوه اللي بيعطيها القانون للدليل اللي انا مقدمه. يعني القانون قال اقوى دليل الكتابه، فانا قدمت له عقد بيع والخصم بتاعي جاب شهود، ياخد بمين؟ ياخد بالدليل القوي اللي القانون قال عليه اللي هو الكتابه. يبقى القاضي، مبدأ حياد القاضي معناه ايه؟ ان القاضي بيبقى ملتزم بان هو بيلتزم بالحاجات اللي قدموها له الخصوم،
والقوة بتاعتها المحددة، الكتابة أو شهادة شهود أو أي حاجة، نعرف إن هي الدليل القوي منين؟ من القانون. طيب، مبدأ حياد القاضي ده ليه نتائج. أول حاجة مبدأ حياد القاضي، أنا قلت لك من شوية إن أنا عندي إيه؟ عندي مذاهب. المذاهب دي عبارة عن إيه؟ قلنا مذاهب بتاعت اللي هي إيه موقف الناس من الإثبات. في ناس أخدت بمذهب الإثبات المطلق أو الحر، ناس خدت بمذهب الإثبات المقيد، وناس خدت بمذهب الإثبات المختلط. مبدأ حياد القاضي ده أحد تطبيقات مبدأ الإثبات أو مذهب الإثبات المقيد. تمام؟ طيب، إيه النتائج المترتبة على مبدأ حياد القاضي؟ قال لي واحد، لا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه الشخصي. يعني إيه لا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه الشخصي؟ يعني القاضي الأدلة اللي هي مقدمة ليه أو وصلت له بطريقة مشروعة هي دي بس اللي يحكم بناء عليها. أمال الأدلة اللي بتوصل له بطرق غير مشروعة ما ينفعش يحكم بناء عليها. أديك مثال، القاضي نازل من المحكمة لقى اتنين بيخانقوا مع بعض، قدام عينيه راح واحد معور واحد، طلع القاضي سابهم ومشي. بعد 10 أيام جوله طلعوا له المحكمة، لقاهم قدامه، دعوة قدامه. القاضي، هل يجوز للقاضي إنه يحكم بناء على اللي شافه؟ قال لأ. ليه؟ لأن الواقعة أو الواقعة اللي القاضي شافها ما وصلتش ليه بالطرق المشروعة. الطريق المشروع اللي هو إيه؟ الأدلة اللي بتقدم ليه في الدعوة. فطالما القاضي وصل له الموضوع ده بعلم شخصي، يعني من بره، من غير ما يوصل له عن طريق الدعوة، فده ما بينفعش القاضي يحكم بناء عليه. ده بنسميه العلم الشخصي. طيب، هي المعلومات العامة بتعد من قبيل العلم الشخصي، بمعنى يعني دلوقتي قاضي من القضاة كنت بتكلم معاه فجات له دعوة، فبيقول ايه: واثناء قيام المتهم قام الضابط فلان بالفرار وراءه حتى قبض عليه. فجاب القاضي جاب الضابط بيسأله: سيادتك يعني يعني جاب القاضي عايز يسأله، فبيقول له ايه؟ فجاء القاضي جاب الضابط قدامه، فلقى الضابط 160 كيلو. 160 كيلو، طيب والمتهم، المتهم 70 كيلو ولا 60 كيلو، ازاي ده هيجري ورا ده؟ فمن المعلومات العامة ايه اللي هتبقى معروفة لكل الناس؟ ان لا يمكن ده يجري ورا ده، مستحيل واحد 160 كيلو او 170 كيلو يجري ورا واحد 60 كيلو، مستحيل، ما يقدرش، مستحيل يقدر يمسكه، مستحيل. فده من قبيل العلم العام، اي حد يعرف المعلومة دي. قال لك لا، المعلومات العامة يجوز للقاضي انه يقضي بيها. طب المعلومات العامة زي ايه؟ المعلومات اللي بتنشر في التلفزيون، معلومة عن اي حاجة، يجوز للقاضي ان هو يحكم بناء عليها. يبقى اللي ما يحكمش بناء عليه العلم الشخصي. اما المعلومات العامة ما بتعدش من قبيل العلم الشخصي. كمان اللي القاضي ما يحكمش بناء عليه هو ايه؟ المعلومات الفنية. ايه المعلومات الفنية؟ الحاجات اللي بتتطلب خبير، بتتطلب خبراء، بتتطلب ناس تتدخل، ما يقدرش القاضي يعرف بناء عليها. هي ما يقدرش القاضي يعرف على أساسها. ما يقدرش القاضي يعرف على أساسها هي خاصة بيه ولا لأ. يعني إيه؟ يعني دلوقتي واحد وقع وقال التوقيع مش بتاعي، القاضي يقدر يعرف هل التوقيع مش بتاعه؟ لا، ده احنا محتاجين خبير يحقق الخطوط ويعمل مش عارف ايه ويعمل مش عارف ايه ويعمل مش عارف ايه. ففي مسائل فنية ما ينفعش القاضي يحكم بناء عليها من نفسه، لازم يجيب أهل الخبرة. ده أول حاجة بنسميه إيه؟ أول حاجة لا يجوز، ده أول نتيجة، إنه لا يجوز للقاضي إنه يقضي بعلمه الشخصي. 2، مبدأ اسمه مبدأ إيه؟ مبدأ أن يطلع الخصم على الدليل المقدم للخصم. إزاي؟ إحنا قلنا في مدعي ومدعي عليه، المدعي ده بيقدم أوراق والمدعي عليه بيقدم أوراق. قال لك القاضي لا، ملزم بإيه؟ ملزم بإن الأدلة اللي بيقدمها المدعي يوريها للمدعي عليه، والأدلة اللي بيوريها المدعي عليه، اللي بيقدمها المدعي عليه، يوريها للمدعي. طب ليه؟ عشان يدي فرصة لكل واحد عايز يقول إن الدليل ده مش بتاع فلان أو مش بتاع علان، إن هو يثبت عكسه. يعني واحد قدم لي عقد بيع، فأنا بوريه للطرف التاني عشان لو هو عليه يقدر يقول لي عايز يقول إنه مزور، يثبت لي إنه مزور. عايز يقول إن التوقيع مش بتاعه، يقول إن التوقيع مش بتاعه. بدي لكل واحد فرصة إن هو يواجه الحاجات التانية المقدمة من الطرف اللي قدامه. تمام؟ طيب، تالت نتيجة هي إيه؟ تسبيب الأحكام. يعني إيه تسبيب الأحكام؟ القاضي ما ينفعش يصدر أي حكم غير لما يسببه. أنا أصدرت الحكم، حكمت المحكمة على كذا بكذا نظرا لكذا وكذا وكذا، وأن نص المادة بيقول كذا، وأن الأسباب بتقول كذا. لازم يسبب الحكم بتاعه. تمام؟ دول 3 نتائج. طيب، المشرع المصري
بيعمل ايه المشرع المصري؟ قال لك المشرع المصري خد بمبدأ حياد القاضي، بس في نفس الوقت ما خدش بمبدأ حياد القاضي على جمود كده، مش كل حاجة فيها إلزام للقاضي، مش كل حاجة فيها إلزام للقاضي، لا هو خد بمبدأ حياد القاضي اللي هو قلنا عليه أحد تطبيقات مذهب الإثبات المقيد، ولكن ادى للقاضي شوية حرية. ادى للقاضي إيه؟ شوية حرية. ده المشرع المصري. ادى للقاضي ان انت ينتقل للمعاينة، ادى للقاضي فرصة ان هو لو عايز يحقق، وهكذا. طيب، بيقول لي هو ينفع القاضي من نفسه يقول انا هعمل اي اجراء من اجراءات الاثبات؟ احنا قلنا اجراءات الاثبات هي ايه؟ قلنا ان هو ينتدب خبير، يعاين، يجيب قاضي عشان يحقق الحاجات دي كلها. هل للقاضي ان هو يعملها من تلقاء نفسه ولا لازم الخصوم يطلبوها؟ لا، يجوز للقاضي ان هو يحكم بالقيام باي اجراء من اجراءات الاثبات، سواء من تلقاء نفسه او بناء على طلب احد من الخصوم. ده اكتر من كده، ده القاضي يجوز لي انه يرفض طلب احد الخصوم. يعني ايه؟ انا بطلب من القاضي بعد اذنك يا سيادة القاضي، انا عايز خبير ينزل يعاين. فانا اقول ايه؟ فالقاضي يقول لي لا. اقول له ليه يا سيادة القاضي بعد اذنك؟ يقول لي انا اقتنعت. ما هي اهم حاجة انا عايز اوصلها لك، اهم حاجة في الدعاوى ان القاضي يقتنع. القاضي لو اقتنع يجوز لي ان هو يرفض اي حاجة انت بتقدمها، على اعتبار ان هو اساس اي حكم اقتناع القاضي. فطالما القاضي اقتنع خلاص هو مش محتاج ادله تاني. فيجوز للقاضي ان هو يحكم من تلقاء نفسه بالقيام باي اجراء من اجراءات الاثبات. حاسس ان هو لسه ما اقتنعش، فيحكم بالمعاينه، يحكم بانه يسمع شهود، يحكم باي حاجه من الحاجات دي. تمام. طيب، الحاجه التانيه، يجوز للقاضي بانه يعدل عن الاجراء. ازاي؟ القاضي حس ان هو محتاج معاينه، فحكم بالمعاينه ان ايه، هينزلوا يعاينوا الارض يشوفوا مساحتها قد ايه ومش عارف ايه، عشان يقدر يحكم في الدعوه. وبعد كده جه بيبص في الورق، حس ايه؟ حس ان لا، ده الورق شارح نفسه، انا مش محتاج ان انا ايه، اعاين. يجوز للقاضي انه يحكم بالغاء المعاينه. بمعنى ان القاضي حر في ان هو يعدل عن اجراء الاثبات اللي قام بيه، اللي هو ايه؟ انزل يا انا عايز اسمع هنتدي بقاضي يسمع شهود، خلاص مش هنتدي بقاضي يسمع شهود، براحتي انا حر. تمام. يجوز للقاضي انه يعدل عن اجراء الاثبات. طيب، ده اكتر من كده. ده انا ممكن اقول لك ده يجوز للقاضي انه يعدل عن نتيجة اجراء الاثبات. يعني ايه يعدل عن نتيجة اجراء الاثبات؟ ده انا هقول لك، ده انا ممكن احكم بان انا اجيب قاضي يحقق ويسمع شهود، واجي بعد كده، بعد ما القاضي ده يسمع الشهود ويبعت لي التقرير فيه الشهود واللي قالوه واللي قالوه واللي قالوه، اقول له انا هعدل عن نتيجة الاجراء، بس بشرط ان القاضي يسبب. هعدل عن نتيجة الاجراء يعني خلاص بعد ما انا ما عملت تحقيق ووقفنا الدعوة شوية ومش عارف عملنا ايه وعملنا ايه، في الاخر مش هاخد بالكلام اللي هم جابوه. يجوز للقاضي انه يعدل عن نتيجة الاجراء بمزاجه. ليه؟ طالما حس ان هو اقتنع. تمام. طيب، قال لي عندك شروط، اي وقعة انت عايز تثبتها لازم تتوافر فيها بعض الشروط. ايه هي؟ قال لي واحد، محددة، ممكنة، جائزة الاثبات، وممكنة. محددة يعني ايه؟ احنا دلوقتي الخناقة على بيت، ماشي؟ فانت لما تيجي تجيب لي تثبت لي اي حاجة، هاتها لي ليها علاقة بالبيت. ما تجيبليش، يعني ما تجيش تثبت تجيب لي عقد بيع سيارة واحنا بنتكلم على البيت، لا. ولما تيجي نثبت احنا حدد لي حاجة نثبتها. يعني عايز تسمع شهود، ولا عايز تعمل مش عارف ايه، ولا عايز تعمل مش عارف ايه، ولا عايز تعمل مش عارف ايه. طيب، حدد لي انت عايز تعمل ايه. عايزني اعاين، ولا عايزني انتدب قاضي للتحقيق يسمع شهود، ولا عايزني اعمل ايه؟ حدد لي انت عايز ايه. تمام. لازم الواقعة اللي احنا هنثبتها لازم نبقى عارفين هي بتاعت ايه وهتعمل ايه ورايحين فين وجايين منين. طيب، اتنين، انها تكون ممكنة. ممكنة يعني ايه؟ يعني دلوقتي تيجي تقول لي انا في واحد اصغر مني بسنتين، انا عايز اثبت ان هو ابويا. ازاي؟ ما هو بالعقل كده لا يمكن يكون ابوك اصغر منك في السن، فدي واقع غير ممكنة الاثبات. لازم تكون ايه؟ جائزة الاثبات، اي مشروعة. عارف يعني ايه مشروعة؟ ما تجيش تقول لي نسبة دين قمار، ما تجيش تقول لي نسبة علاقة غير مشروعة ما بين راجل وست، ما ينفعش. ليه؟
لانها غير جائزة الاثبات. هتثبتها ازاي دي اذا كانت هي اصلا مخالفة للقانون؟ فمش هينفع تثبتها. اخر حاجة هناخدها في الفيديو ده هي ايه؟ حاجة اسمها انتداب القاضي. انتداب القاضي ازاي؟ قال لك المحكمة في وقت من الاوقات بتحس انها ايه؟ بتحس انها محتاجة قاضي تاني يحقق لها في الدعوة. يعني ايه يحقق لها في الدعوة؟ يعني يسمع شهود، ي ي ي ي ي ي ينزل يعمل اي حاجة من الحاجات دي بتحتاج قاضي تاني، فبتنتدب قاضي. طب القاضي اللي بتنتدبه ده، بنفترض ان المحكمة 3، فالقاضي اللي بتنتدبه ده بتجيبه منين؟ قال لك يا اما يكون احد الاعضاء ال3 بتوع المحكمة، يا اما بيكون قاضي المحكمة الجزئية. يعني محكمة زي محكمة البدرشين الجزئية، العياط الجزئية، المحاكم دي كلها مالها؟ قال لي المحاكم دي كلها بيبقى فيها قاضي اسمه القاضي الجزئي. لو احنا في محكمة ابتدائية فيها 3 قضاة واحنا عايزين نحقق واقعة في العياط، ننتدب القاضي اللي هو بتاع العياط. او يا اما ناخد اعضاء الدايرة بتاعة المحكمة الابتدائية دي، يا اما نجيب القاضي الجزئي اللي في مكانه الواقع. يعني لو الواقع في العياط ناخد القاضي الجزئي بتاع العياط. طيب القاضي اللي بينتدب للتحقيق ده او القاضي اللي بينتدب ده مدته قد ايه؟ قال لي 3 اسابيع. 3 اسابيع يعني ايه؟ يعني هو ليه ميعاد يشتغل فيه 3 اسابيع. طب خلي ال3 اسابيع خلصوا وهو لسه مخلص، يبقى ايه؟ باطل يعني اي اجراء يقوم بيه؟ قال لي لا، لان الميعاد ده ميعاد حاجه اسمها ميعاد تنظيمي. يعني ايه ميعاد تنظيمي؟ يعني ميعاد المشرع قصد بيه انه يقول للقاضي ايه؟ يا عم انجز يا سيدي ما تاخرش، بس مش قاصد منه ان هو ايه؟ يخلي الاجراء بتاعه باطل. تمام؟ طيب بعد كده ايه؟ بعد كده القاضي المنتدب، بس فيه القاضي الاصل ان ايه؟ ان انتداب القاضي ده بمزاج المحكمة، ولكن في حالات معينة المشرع اوجب فيها على المحكمة انها تنتدب قاضي. مثال واحد: تحقيق الخطوط في المضاهاة وتحقيق الخطوط في سماع شهود. طيب يعني ايه تحقيق الخطوط ويعني ايه سماع شهود؟ انت دلوقتي لما بتقول انا التوقيع ده مش بتاعي، الكلام ده هناخده قدام، هديلكم في فيديو تاني. بس انت لما بتقول التوقيع ده مش بتاعي او كده، فالمحكمة بتعمل حاجة اسمها المضاهاة او حاجة اسمها سماع شهود عن طريق حاجة اسمها تحقيق الخطوط. تمام؟ فهو الحالتين دول المشرع اوجب على المحكمة انها تنتدب قاضي. لا ده مش بمزاج بقى، سواء قاضي يبقى من ال3 بتوع المحكمة أو قاضي المواد الجزئية اللي موجود في المحكمة الجزئية اللي احنا لسه بنتكلم عليه. بعد كده بنجيب القاضي ده، القاضي ده بينتدب ماله؟ بينتدب في اللي المحكمة طالباه منه. تمام؟ بيحدد جلسة، بيحدد جلسة يبدأ فيها. ممكن الموضوع بتاعه ياخد جلسة، ياخد 2، ياخد 3، ياخد 4، ياخد 5، على حسب ما ياخد براحته، المهم انه يخلص. تمام؟ طيب اي مساله بتتعلق بالموضوع بنسميها حاجه اسمها طلب عارض. يعني ايه طلب عارض؟ اي حاجه بتتعلق بالموضوع اللي القاضي بيحققه لازم تطلبه منه. ليه؟ لانك انت يعني مثلا القاضي هيسمع شهود، فانت لو مش لو شايف ان القانون ما اجازش ان هو يسمع شهود في الحاله دي، لازم تقول له انه ما ينفعش يسمع شهود. لان انت لو ما عملتش كده قدام القاضي المنتدب، لا يجوز ليك انك تعمل كده قدام المحكمه الاصليه. ليه؟ لأن في حاجة اسمها الطلب العارض اللي أنا لسه بكلمك عنه. الطلب العارض ده لا يجوز ليك إنك أنت تطلبه من المحكمة طالما ما تمسكتش بيه قدام القاضي المنتدب. بيبدأ القاضي يحدد ساعة، ويبدأ يحدد لحد ما ينتهي من الجلسات. بعد ما ينتهي الجلسات بيعمل إيه؟ بيروح محدد ميعاد بيسميه إيه؟ ميعاد قصدي لإيه؟ للحضور قدام المحكمة. تمام؟ ولو في خصم ما حضرش بيعلنه. تمام؟ بيتم إعلان الخصم. في حاجة عايز أقول لك عليها مهمة جدا، إن القاضي المنتدب لا يملك بأي حال من الأحوال شطب الدعوة. يعني إيه شطب الدعوة؟ يعني خلي أي خصم ما حضرش، القاضي المنتدب ما يملكش إن هو إيه؟ يقول إن الدعوة تم شطبها. ده إجراء لمحكمة الموضوع فقط. للقاضي المنتدب لا يجوز ليه إن هو يعمل كده. تمام؟ إن شاء الله أشوفكم في فيديو تاني نبدأ بقى فيه بإذن الله. هنكمل بقية الإثبات الإجرائي. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم إن شاء الله كل الشرح الجديد. شكرا.